يسعد أوقاتكم أصدقائي، يعطيكم ألف عافية. رح نعمل مع بعض اليوم حلو كتير طيب ولذيذ واقتصادي. رح نعمل حلو السفوف اللبنانية، طريقته جدا سهلة ومكوناته بسيطة، ورح يكون القوام عنا اسفنجي وطعمته عن جد كتير كتير طيبة. أصدقائي، إذا كنتوا بتشوفوني أو بتتابعوني لأول مرة على هذه القناة، بتمنى أنه تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد. خليكم مع أصدقائي، خلينا نشوف المكونات وطريقة عمل هذه الوصفة الرائعة. للوصفة بحتاج بنفس الكوب رح أنزل كوب من الطحين، كوب من السميد، وعندي كوب من السكر. عندي كمان 3 ملاعق من الحليب الباودر، وملعقة كبيرة من البيكنج باودر. عندي ملعقة كبيرة من الكركم أو الورس، رشة من الملح. هلا بحرك المكونات الجافة مع بعضها، وبعد هيك ببتدي أنزل عندي السوائل. عندي هنا أنا نصف كوب، حطيت ربع كوب من الزيت وربع كوب من السمنة، وفيكم تستخدموا الزبدة إذا حبيتوا. حركتهم كتير منيح مع المكونات الجافة، وبعد هيك نزلت كوب وربع من المي الساخنة. بدنا ننتبه هنا إنه المي عنا مش دافية، المي بدها تكون ساخنة بس مش بدرجة الغليان. بحرك المكونات كتير منيح لحتى إنه يصير عندي الخليط ناعم وما فيه أي تكتلات. وهلأ هيك بعد ما كملنا تحريك المكونات، هلأ راح أتركهم بدرجة حرارة المطبخ يرتاحوا لمدة نصف ساعة لحتى إنه حبات السميد يتفتحوا عندي. وهلا هيك بعد مرور نصف ساعة الخليط صار عندي جاهز. طبعا أنا هلا بولع الفرن عندي على درجة حرارة 180 والرف الشبكي في الوسط. بعد هيك رح ناخذ هذا الخليط، شوفوا قوامه جدا رائع. رح ناخذ هذا الخليط وننزله بصينية الفرن. طبعا في البداية رح ندهنها بملعقة كبيرة من الطحينة. الطحينة كمان بتعطيني طعم كتير طيب بهذه الوصفة، بس لازم نتأكد انه دهنا الجوانب بشكل كتير منيح. هلا رح انزل الخليط اللي موجود عندي، وطبعا لازم انه نساوي السطح، ما يكون جهة فيها اكتر من جهة، لازم كله يكون بنفس المستوى. بالملعقة بالشكل هذا سوينا السطح عنا. وهلا راح ازينه. انا استخدمت عندي هنا الفول السوداني. فيكم اذا توفر عندكم اللوز انه تستخدموا اللوز، بس لازم تنقعوا الفول السوداني او اللوز بالمي لمدة ربع ساعة لحتى انه ما ينحرق معاكو وقت تحمير الصينية. هلا بدخلها لمدة نصف ساعة النار من تحت. بعد هيك بحمر الوجه. بهيك صارت جاهزة عنا، مثل ما شفتوا ما بتاخذ منا وقت كتير. طريقة عملها جدا سهلة ومكوناتها بسيطة. طبعا طعمتها كانت كتير كتير طيبة وريحتها عن جد كتير طيبة، من أطيب وألذ الوصفات اللي ممكن تعملوها. وصفة سهلة ما بتاخذ منكم وقت كتير. طبعا لازم انه نتركها تبرد تماما، بعد هيك لازم نقطعها، وضروري انه نكون مغطينها لحتى انها ما تنشف معنا. هلا هيك بعد ما بردت عندي، هلا رح نقطعها ورح نشوف قوام الكيكة من جوا. طبعا قوامها جدا رائع، بتكون اسفنجية، طعمتها جدا جدا رائعة. فيك تقدميها مع القهوة مع الشاي أو أي مشروب بتحبوه. وبهيك أصدقائي بكون كملت معاكم الفيديو. إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا بهذا الفيديو. لا تنسونا أصدقائي من اللايك والشير، تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد. بترككم بأمان الله.